ابن المحافظة التي ظهر منها خصم عنيد اسمه فريق النجف، غزال من غزلان البادية بقوة وثقة، مثل أسود الرافدين قبل بلوغه سن 20. محمد قاسم واحد من أساطير خليج 24، فمن ينسى هدفيه التاريخيين أمام العنابي. من جديد العرضية من تاني مش ممكن. أول أهداف اللقاء، مسألة الخطورة، كرة جول. ومع باقي إخوته من أسود الرافدين يتحدث قاسم بتفاؤل كبير عن رغبته وباقي أفراد منتخبنا الوطني بتحقيق ظهور إيجابي في خليج 25. فلنستمع لحديثه من داخل باص الخليج. نتشرف بحضراتكم وإن شاء الله تعالى تكون بطولة مميزة تستضيفها بصرتنا. نعطي رسالة لكل الناس اللي يشككون بقدرات العراق التنظيمية، إنه إحنا العراق صراحة جاهزين لاحتضان كافة الفعاليات الرياضية، وإن شاء الله نكون على أتم الجاهزية ونرتقي بواقعنا الرياضي. إن شاء الله. كابتن محمد، بداية أنه شفتك متفائل، شفتك مبتسم وأنت تصعد بلوجو بصراوية طبعا. تمثل البطولة، تحمل أعلام دول الخليج العربي المشاركة بالبطولة، بشنو حسيته وأنت داخل الباص؟ أول شيء يعني أنا أتمنى لكل الفرق المشاركة التوفيق والنجاح بهذه البطولة، وإلى منتخبنا الوطني أكيد، وإن شاء الله نحاول نحقق فد نتائج طيبة ترضي جمهورنا، ترضي كادرنا وتطلعات جماهيرنا إن شاء الله. أما يعني الباص صراحة تفاجأت فيه، يعني جدا جميل، يعبر عن إرث وتاريخ البصرة، بالإضافة إلى أنه هو يعني يحمل أعلام الفرق المشاركة، وراح يكون باص متنقل بين كل محافظاتنا العزيزة، وطبعا هو فد دعاية أنا أعتبرها حلوة. أنت جزء من عندنا إن شاء الله وكادر المنتخب، وما هذا إلا هو عامل يعني دافع معنوي للاعبين وللجمهور العراقي لتكون هي النسخة الأجمل. إحنا نتوقع ونتمنى أنه تكون النسخة الأجمل في تاريخ بطولات الخليج. برأيك ما شفته داخل البصرة؟ قادرة بصرتنا على هذا؟ والله العظيم بصرتنا قادرة على أكبر من هذا الشيء صراحة، أكبر من هاي المحافل، وإن شاء الله إحنا نكون قدها صراحة، ونظهر مظهر يليق بينا ويظهر بصورة تليق بسمعة العراق، وإحنا قادرين إن شاء الله، وراح نراوي الناس كلهم انه احنا نقدر نستضيف البطولات، وشكو منتخب عالمي يحضر احنا نقوم له بالواجب، وطبعا العراقيين معروفين بكرمهم ان شاء الله. كابتن محمد حبيبي، سعيد بكم. باص الخليج يجمعنا